فإذا من الأجواء الرائعة والألحان والأغاني الحلوة والكلمة الحلوة رح نرجع ونكمل مشوار طبختنا لليوم من إيدين الشيفين المميزين الملحن سليم سلامة وأيضا الشيف محمد كاملة. وإحنا طبعا عم نسمع أنغام تلحين وأعمال الرائعة للملحن سليم سلامة من تعاونات مختلفة ومتعددة في المجال النسائي، وخصوصا مع الفنانة أليسا، الفنانة نجوى كرم، وأيضا الفنانة نوال الزغبي، والفنانة نانسي عجرم، ودينا حايك، وإلين خلاف، وأماني السويسي كمان. ومين كمان إذا نسينا اسم؟ شيماء الهلالي كمان اشتغلنا مع باسمة، اشتغلنا مع كتار بنات، وفي جيل جديد كمان هلا. طبعا اكيد. طبعا انت من كل ما بتسمع كل هالاغاني، مين اكثر اغنيه انت لحنتها للعنصر النسائي حبيتها وبضلك تسمعها دائما؟ مش غنية وحده صراحه، اكثر من اغنيه. يعني انا كثير بحب يا سلام نانسي، بحبها كثير. احساس جديد بحبها. بحب عبالي حبيبي اليسا كثير. لألين هودي العينين، في عندها اغنيه اسمها هودي العينين كثير حلوه، بس حرام الحظ ما حلفها الغنيه ما وصلت، بس اغنيه اكثر من رائعه. انا من الاغاني اللي انا بحبهم. يعني ان شاء الله دائما لك اعمال رائعه. وهلا من الاجواء الغنائيه رح نرجع لاجواء المطبخ. عندي لا الله يخليكي متاخرين عندي بس عم بزعجك صح؟ عم باخذ من وقتك، انا اسفه بعتذر. هلا بدنا نعمل الجبنه مع السبانخ. سليم، هلا بدنا نخلط الجبنه مع السبانخ اللي حمصناها مع البصل. هيهم المشاهدين او الصبايا شايفين كيف هي جبنه الفته اسمها. جبنه الفته. خلال هاي الفتره بكون انا بحكي لها سلامه كيف يعمل الحشوه، خلطهم كويس. بهاي الفتره انا الكميه مش كلها اكيد. هلا اللي بدك اياه طبعا. يعني انا شايفه انه الملحن الرائع طلع خبير بالجبنه كمان، مش بس بالتلحين. لا خبير يعني. ومن الأجواء الرائعة ومعنا الفنان المبدع الأردني زياد صالح. تحية كتير كبيرة ومساء الخير. صباح الخير. يا صباح الأنوار. كيفك زياد؟ زي معزومين على الغداء ولا بس هيك نطلع؟ لا معزوم طبعا. معزوم على حسابك، بس على حسابك. بحكي لك الشيف لحق عم بقول لك الشيف محمد تفضل لحق معنا. ما هو انا طبعا هلا صحيت من النوم. لانه ما عندنا تيكاواي زياد. جايم جوعان. جوعان هو. طيب. بس ما عندنا تيكاواي، يعني لحق انت لحق. كيفك سليم؟ حبيبي كيفك، شو اخبارك؟ رانيا صباح الخير حبيبي، كيفك؟ الحمد لله تمام. الشيف الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب ويطول عمرك. بقول هيك سليم، بس حبيت اسلم عليه انه جد انسان مبدع، حبيب قلبي زياد، رائع وصديق حبيب قلبي، وبتمنى له كل التوفيق. وان شاء الله انا هيك رح يصير كمان تعامل انا وياه قريبا. اكيد. وان شاء الله لك نهار تيجي تطبخ معنا كمان. انا جاهز، استنى تليفونك خلص. بس قول لي بتعرف تطبخ؟ بيض عيون. خلص بيض عيون. خلاص معنا ما اسمع معنا بده حلقه طويله. ما تجوع معناته الانسات والسيدات. خلينا نبلش هلا نعمل صدقيني اذا بعمل بيض عيون قدام الشيف الا يقول لي كيف تعملهم. صدقيني يا رانيا. خلاص معناته عزيمه البيض عليك المره الجايه. خلص اهلا وسهلا فيك. حبيت اسلم عليك حبيبي يا زياد، وبرنامج جنن، وان شاء الله بنشوفك سليم على خير ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك وشكرا لك وموفق بكل اعمالك. يلا اذا سمحتي لي خلينا نبلش هلا نعمل في الدجاج عشان نلحق. طبعا بدي انا افتح الدجاج. يعني انا شايفه انه الفنانين رح يدخلوا على المطبخ كمان شوي، يصيروا ياخذوا منك الريسبيز هلا كلها. كيف كل الوضع عندك منيح؟ يعني حطهم هيك هيك رول صغير. هات لحكي لك. اذا هلا قطعنا الدجاج احنا وهلا رح نحشي الدجاج بالطول. خلال هاي الفتره خلينا نخلص شوربه الحريره، البصل، بعدين لحم خروف مقطع راس عصفور صغير. اوكي كله بدون نحط مع بعض. الكرافس كمان شوي. الكرافس مش عم يدفعوا زياده، ما نكثر. لا مش مشكله، احنا بدنا الطعم يطلع كويس. والله ماشي. طيب اذا هلا احنا الملحن عم يحشي الدجاج مع السبانغ والجبنه، والشيف محمد كمان عم بيعمل الحريره، بيقلب البصل مع اللحمه حتى يعمل الشوربه. ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف اخباركم؟ الحمد لله بخير طول ما انتم بخير. الله يسلمك يا رب. حبيت اشوف على البرنامج الحلو. اهلا وسهلا فيكي. هلا يا رب. بس بدي اسال شو الجبنه اللي استخدمها شو نوعها؟ فته. اي الملحن سليم عم بيقول لك فته. اسمها فته. هلا لفهم تكرم عينك واهلا وسهلا فيكي ولمشاركتك معنا. اذا هلا عم نلف الدجاج. لفينا الدجاج. والله انه الامور التلحين وامور المطبخ عندك بدي اعطيك 100%. كله على بيروت وجهي الحديث. كله على بيروت. هلا دقيقه شوي بدنا نحط شويه زيت على الدجاج. طبعا هو لففها زي اكنه اول مره بلفها، بس يلا معلش. طيب ساعده شيف، لازم تساعده. لا انا بدي اياه يبين مهاراته للمدام، يعني مش مشكله. رشه ملح.
اوكي وهلا بنيجي بنلفها بهدوء، لازم نستعمل سيلفر. أوكي. طبعا اللف كمان بدنا نحاول انه نسكر جميع الجوانب. نرجع هون للحريره، حطينا البصل والكرفس ولحمه الخروف. ست البيت اسهل إشي انه عليها تلف زي هيك. اوكي. ماشي تصير تتسكر زي حبه الملبس تقريبا، بس كبيره. بس كبير. أيوه. نعم. بعدين هاي حجم عائلي، هاي لا، للعيله. هي صينية للأرض شوي. العمالقه. انا مبدئيا خلص شغلي مش هيك طيب ولا هلا بعد انت شيء. تحب تستنى للاكل او مش مشكله؟ لا اكيد بدك او تعمل بعدين مشاركة بنحط معنا. بالاخر حطها بنحط بس بالفرن. فيك اذا بدك تغير الصوص ما في مشكله. هلا طيب بنقدر- هلا هون اللحمه عم تتقلب مع البصل. ماشي. هلا بامكاننا نضيف عظم الخروف. أوكي. خلينا نيجي للبهارات. شويه فلفل اسود، بتحب الاكل مبهر؟ ملح. ايه بحب الحر يعني، هذا بحب نحن بنقول له البحر. الحامي. مبهر يعني ملح وفلفل الملح مش وكزبره قرفه. الملح والكزبره مش كثير. مش بحب كتير. الحار، البهار الابيض. بهار البهار الأبيض. الابيض طيب. الكاري الكاري. كمان أوكي. طيب. نرجع للبهارات. شويه كمون. اوكي. طبعا انا شايف اليوم انت جايب معك عده زن. حاطط فيهم البراد بس مش كثير جرس، حلوين، مش جرس. كثير حلوين زي المدقه. بالضبط. نعم. بس هم هذا هدول بنقول يعني له هاون اسم عندنا خاص. نحن. الهاون بالضبط، ايوه الهاون. بلبنان شويه هاون. زنجبيل بودره، او بامكان ست البيت تستعمل فريش. اوكي. شويه كركم اللي بسموه بالمغربي الصفرة. نحن عنا بزار، بسموه بزار. برضه اسمها كركم صح؟ لا عقدي صفرة. عقده صفراء. هلا اوكي. طيب عادة هلا بما انه احنا حطينا الدجاج بالفرن، قديش لازم تكون درجة الحرارة شيف؟ هلا اذا متذكر المره الماضيه حكيت انه انا ما يعني بقدر اقول 180 درجه الحراره 180 ل 25 ل 30 دقيقه، بس ست البيت ما تعتمد على كلامي لانه انا ما بقدر اضمن الفرن عندها كيف قوته. نعم. يعني احنا بنحكي على فرن احنا بنشتغل فيه، Professional يعني. فبالتالي هي بدها تصير تراقب الموضوع هذا. اوكي. نرجع للحريره. قديش هلا تقريبا بدها وقت؟ من 25 ل 30 دقيقه. اوكي. ماشي بنحط الحال. بعدين التوميتو، صلصه الطماطم. اوكي. ماشي الحال. اوكي. طبعا مخرجنا عم بحب بقول لك البندوره كثير بالاكل، والله. مع انها بتعمل حرقه يمكن لبعض الاشخاص. لا هلا في شغله هون، هو يمكن بتعمل له حرقه لانه ما بتطبخ كويس. انت متذكر حكيت لك انا في الحلقات الماضيه انه البهارات والامور المعلبه لازم تطبخ كويس. بنحاول نطبخ احنا شوي البندوره. ماشي الحال. هي حكيت للمخرج بندوره مش توميتو. بيكون بندوره عندنا عشان بندورة ضيفنا لبنانية. لبناني اليوم. بيكون عندنا عدس منقوع. ماشي الحال. وحمص كمان حب مسلوق المصفاي كانت من غير مي. اوكي. اذا هلا حطينا عدس حمص. عمرك شربت هالشوربه؟ بمصر أستاذ مرة انا لان ما زرت المغرب بعد. بمصر بفتكر طلبناها ببوفيه باوتيل يعني. حبيتها؟ بس قالوا لي انه بالمغرب كمان بعد تطلع يعني اكيد, أكيد يعني كل اكله بلادهم- ببلدها بلادهم تطلع أكيد. اطيب. طب المهم دوقوك المنسف هون بعمان؟ لا بعد. لسه بس ما دوقت دقنا مقلوبة. المقلوبه حبيتها؟ وكثير. انا صحتين. هيدي اكله بحبها كثير انا. صحتين. احنا اكلتنا الاساسيه عندنا بعمان اللي هي المنسف طبعا. جمادي بيقولوا. الجميد. جميد الجميد. زي ما صح. شفتي هلا انا ضفت مرقه مي، بس انا عمليا بقول انه بامكان ست البيت تحط مرقه كمان او عظم. هذا بيعطي طعم اقوى للاكل. واتسم. إذا إحنا الوقت بلش يتداركنا، وأكيد طبخاتنا بلشوا عشان يكونوا نفنش جاهزين. الشوربه، عشان نفنش الشوربه بده يكون عندنا هلا طحين. طبعا المخرج سوري الملحن العظيم نسي يحط البيض انا ما نسيت. انا لا، شغيل لا، تحت هلا إيدك. ما بدنا أنت نحط اللي- الحق على فرصة، انا لحالي هون هاي شويه هلا طحين شو هون. نعمل بياض هلا مش بدنا هيك؟ نفقس بيضه. احنا نفقس بيضه. يلا معلش نحطهم هون. خلينا نغسل توم الصحن معنا. بس. لا مش مشكله. هاي البيضة هلا بدها نحط هلا البيضة مع هلا الطحين. هيدي فيها فن. لا هاي فقسها كلها زي ما هي. عادي. زي ما احنا شايفين هيك هلا. الله. طبعا أعمال متميزة ورائعة للملحن سليم سلامة، وأيضا كان لك إبداعات أخرى مع الفنانين العرب ملحم زين وعاصي حلاني. عاصي اشتغلت يعني كثير أعمال رائعة. محمد اسكندر. محمد اسكندر اشتغلنا 3 اعمال هول الاربعه اللي كانوا كامباك بالنسبه لمحمد. كانوا كثير قويه اغاني أعمال مهمة جدا وأيضا مثيرة للجدل في بعض الأحيان. لازم وين في الاغنيه العاديه بطلت اليوم يعني بحبك وبتحبيني وبنطرك اليوم الناس بطلت تتقبل يعني. مزبوط. صار بدها تحكيها بلهجتها، باللهجه اللي هي بتعرف تحكيها، كل بتعرف يوم. تسمعها. مزبوط.
هيدا الموضوع هون الخيال، يعني بطل الخيال له، يعني كيف بدي اقول لك، يعني بطل الكلام الخيالي له مطرح، يعني صار الواقع هو انه شيء بسيط كمان وبيوصل واقع للقلب. واقع. اذا من القلب من للمعده. القلب للصحن. من قلب الصحن. كيف بدنا نخلص الشوربه هذه؟ معنا طحين بنكون كاسرينه بشويه مي، بنضيف شوي عليه. ماشي الحال. اوكي. فاذا هلا خلينا بهاي الاثناء عبين ما تغلي نطلع الدجاج شيف. الدجاج هي جاهز ان شاء الله. بس لسه في شغله لسه ما عرفناها هون. هلا بنلاحظ هون انه الحريره او الشوربه بلشت تغلي. اوكي. شفت البيضه اللي انت كسرتها؟ بنخلطها، بنخفقها هيك، بعدين بنشوف وين عم تغلي الشوربه، بالمناطق اللي بتغلي فيها بنرفع هيك. ماشي الحال. ايوه. وبنحرك، ما بنخلط عشان ما يتكسر البيض. اوكي اوكي. لانه اذا تخلط ممكن يزفر. طيب بهاي الاثناء نبلش نعمل الدجاج. الاستاذ سليم يقطع لك الدجاج انا هلا بقطع عشان انا وياه نحاول عشان نختصر الوقت. نتساعد ولا يهمك. يلا تقريبا يلا. مثل البيض اللي بنحط بالفرايز رايس. بالضبط بالضبط بالضبط. احضر الشوكه. يعني انا خايفه ادخل على المطبخ عشان انه لا ما هو انا يعني انا الوحيده بينكم تقولوا لي اطلعي برا وانتم يعني اليوم مستنين المطبخ. لا انتقم منك. انتقم من النسوان. يلا والله انا لفيتها احلى هذا. يلا سماح اليوم معلش. سماح. تفضل. هلا ست البيت اذا كانت الدجاج مو متحمر تفضل. معاها، عطيها. ايه عرفت كيف علي؟ بامكانها تحمرهم عندها في البيت في الفرن، لانه اصلا كمان لازم تخليها تهدى شوي من النار. بدك تحط لي الصحن هون. يلا ماشي. ريحتها رائعه. طيبه ايه؟ صحتين صحتين. العين اللي بتاكل انا دائما بقول. طبعا احنا عاملين شويه خضار مشويه هون للتزيين. نعم للتزيين. طبعا احنا الوقت خلص كثير داهمنا تقريبا اليوم. وصفتنا صارت جاهزه. انا بشكرك كثير للابداعات الرائعه، وبنتمنى يكون لك اطلالات عندنا دائما إن شاء الله يا رب. ونعرف اكثر عن اعمالك. موفق. اهلا وسهلا فيك. الله يخليكي. ميرسي لكم وميرسي للتلفزيون الاردني الفضائي اللي ان شاء الله بيوصل شغلنا واعمالنا وصورتنا للعالم. اكيد احنا واجبنا نكون معكم دائما وابدا. شكرا لك شيف محمد. صحة وعافية. أهلا وسهلا فيك. ودائما في الختام، لأنك الأنثى، لأنك الأحلى، لأنك العنوان، لأنك الإنسان، الحياة معك أحلى. آنساتي سيداتي، تابعونا يوم الاثنين الجاي بنفس المكان والزمان. إلى اللقاء.